مؤخرا يا جماعه وانا بقابل سيدات كتيره قوي اثناء متابعه الدايت، وبتجي لي عياده مثلا عند اول اسبوع ليها في الدايت، فتيجي بقى نتابع الدايت بتاع تاني اسبوع نلاقي في فرق في الميزان مثلا 3 4 كيلو. بس في حاجه بقى استفزتني مؤخرا، هي مثلا تكون شايفه ان الدهون عندها التوتال بادي فات في الانبادي كان الاسبوع اللي فات 34، النهارده مثلا تلاقيها 36 35 37. طبعا بتكلم عن بدايات الدايت، فبالتالي ده بيبدا يعمل لها هاجس. ازاي يا دكتور؟ يعني انا نزلته ده كان سوائل، ده انا الدهون عندي زادت. ازاي يا دكتور؟ يعني انا كده اللي خسيته ال 3 4 كيلو ده في الاول ده كان عضلات وسوائل والدهون عندي زادت، انا كده ماشي غلط يا دكتور، الموضوع ده مضايقني. فتبدا بقى تتكلم في الحاجات دي، وده يعمل لها هاجس كبير قوي نفسي ان هي خست بطريقه غلط، وده مش مناسب ليها. انا عايز اقول معلومه صغيره جدا يا جماعه. اولا الاجهزه الانبادي كلها هي مش ميجرابل، يعني اولا الاكيورسي بتاعتها بتكون 40 50%، دقتها قليله جدا، ما ينفعش ان انا نجرب وراها. هي معتمده على سنسور. هل بالمنطق كده نقول ان السنسور اللي بيلمسه ايدك وبيلمسه رجلك ده بيحدد مكونات الجسم الطبيعيه 100% صح؟ اكيد المعلومه دي غلط، اكيد مش صح يا جماعه ان انا ادقق في الحاجات دي. طيب هنقول اللي بيحصل اول اسبوع في الانبادي ليه بياخد نسب غلط؟ ان هو الانبادي كل اجهزه الانبادي كلها بتاخد الحاجات معادله، يعني بياخد وزن، بالتالي الطول كذا، بالتالي الدهون كذا، بالتالي العضلات كذا، بالتالي السوائل كذا، بالتالي معدلات الاملاح والمعادن كذا، فكلها نسبه وتناسب، فالموضوع ما بيكونش لوجيك قوي. اول اسبوع لو انت رايح تعمل انبادي وفي سوائل في جسمك لسه في منطقه المعده، في لسه اكل ما اتهضمش، على فكره الانبادي بيقرا دهون فبيقرا غلط. عشان كده احنا بنقول للناس 4 ساعات صيام قبل الانبادي. طب ده معناه ان كده كده انا جاي 100% اكيد ان طالع لي في الانبادي ده صح؟ لا، برضه مش صح. لان اول اسبوع الانبادي ما بيعرفش ياخد شكل الجسم الطبيعي، ما بيعرفش يقول اللي حصل التغيرات دي ايه، ويبدا يقول لك ان انت ميزانك نزل 4 كيلو، فبالنسبه له 4 كيلو دي مش حاجه منطقيه. فبيبدا بقى يقول لك 3 كيلو مثلا سوائل، 2 كيلو عضلات، الدهون زادت، فبيلخبط النسب، وما بتكونش دقيقه وما بتكونش صح، ما بتكونش بتاخد على مقياس حقيقي. فاذا يا جماعه انا هدفي في اول اسبوع ان انا اغير شكل الدايت او اغير شكل جسمي وجسمي ياخد شكل الدايت، مش هدفي خالص ان انا اغير الدهون والعضلات والسوائل في الانبادي، ان هي اوريدي هتتغير. طب نعمل ايه يا دكتور؟ ناخد متوسط 4 اسابيع، نقول كل فتره 4 اسابيع دايت، ناخد متوسط بتاعتهم في الدهون، ناخد متوسط بتاعتهم في العضلات، ناخد متوسط في السوائل، ناخد متوسط في كل الايتم او كل المكونات الطبيعيه بتاعت الجسم. لكن ما ناخدش كل اسبوع. ما ينفعش اجي وانا بخس اقول ده انا ميزاني نزل النهارده 2 كيلو، بس لازم منهم 200 جرام دهون، لازم منهم 300 جرام عضل، لازم منهم 500 جرام سوائل مثلا. الحسبه دي غلط، لان الموضوع اصلا مش اكيورسي، مفيش دقه للانبادي، ومش عايزين ننجرف ورا الحاجات دي كلها. مقياسك الحقيقي هو شكلك، مقاساتك، لبسك، حركتك، الحركه بتاعت جسمك، الحيويه، كل دي حاجات بتاثر عليكي بالسلب مش بالايجاب. لما انت تقعدي تفكري في الموضوع ده كتير هتقولي ده انا بخس كده بقى عضلات وسوائل، شكلي ما بيتغيرش، الموضوع ده بيضايقك نفسيا، فبالتالي ما بتكمليش دايت. عايزين دايما واحنا رايحين الميزان ندور على الحاجات الايجابيه اللي بتحصل، ندور على الكلام الجميل، ندور على الحاجه اللي تديني موتيف ان اروح الاسبوع اللي بعده، ادور على الحاجه اللي بتكون بتديني طاقه ايجابيه ان انا ماشيه صح، لكن ما ادورش على الحاجات السلبيه. من ضمن الحاجات السلبيه اللي بواجهها في متابعه الدايت، الناس تبدا تقارن دهون عضلات سوائل كل اسبوع، دي حاجه سلبيه ما تعملوهاش. قارن دهون عضلات سوائل بتاعت البادي كل 4 اسابيع، كل شهر، خد متوسط الموضوع. ضمن الحاجات السلبيه اللي بقابلها في العيادات، الناس بعد اول اسبوع دايت تيجي خاسه 3 4 كيلو 5 كيلو، تبدا تشوف هي خاسه دهون ولا عضلات ولا سوائل. مش صح، النسبه تبدا تتحسن ويبدا جسمك ياخد الشكل الطبيعي للدايت بعد 4 اسابيع، ما ينفعش اخدها في اول اسبوع او ثاني اسبوع. من ضمن الحاجات الغلط الناس بتيجي صايمه عن الاكل والشرب، هي بتعمل انبادي وتبدا تقول انا نازله دهون زايده عضلات نازله سوائل. الموضوع معتمد على سنسور، ما تخليش السنسور ده يتحكم فيك. كل اجهزه الانبادي بتبقى في قاعده تحت كده فيها كده سنسور معتمد على وقفتك عليه ومعتمد على مكان، فمش عايزين ننجرف ورا الحاجات دي كلها، عايزين ندور على الطاقه الايجابيه والكلام الايجابي اللي يوصلنا للمرحله اللي بعدها. اجهزه الانبادي كلها يا جماعه دقتها قليله جدا. المقياس الحقيقي عايز اعرف بنزل دهون ولا لا، مقاساتي بتتغير، البلوزه عندي نمرتها بتتغير 2 3 سم، محيط الخصر عندي بيتغير، البنطلون بيتغير، كل ده بيكون ناتج نزول دهون. عمر ما مقاساتك هتتغير وشكلك هيتغير وانت بتنزل عضلات وسوائل مش دهون. ادام مقاساتك ولبسك بيتغير يبقى اكيد بتنزل دهون. ما دام شكلك بيتحسن وبيحصل تنسيق قوامي يبقى انت بتنزل دهون والكتله العضليه بتزيد. اي حاجه غير كده بلاش. شكرا.